بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اوردر كده. كنت عامله في عروض راس السنه، عملت 5 تورت اللي هو العروض، وعملت تورتايه كبيره. بس ما كنتش صورت بقى بقية التورت لان التورت التانية كانت طلبت يعني بدري قبل ما اخلص تصوير. وصورت دول بس معاكم، والباقي كان طلع الناس كانوا خدوه يعني. يا رب الطريقة تعجبكم. ما تنسوش بقى لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. عملت معاكم دول وعملت معاكم تورتيه كبيرة هنشوفها في اخر الفيديو. وندخل بقى على الطريقة على طول والمقادير. انا كنت عاملة صاج 40 في 60. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف عشان الفيديو ما يدخلش معاكم اكتر من كده. انا عملت الطريقة دي كتير، طريقة الصاج ده يعني كتير قبل كده. هسيب لكم ان شاء الله المقادير، اكتبها في صندوق الوصف. عملت صاج كده 40 في 60 وسبته لما برد، وبعدين قشرت الوش بتاعه وقلبته وحشت ورقة الزبدة بالشكل ده كده. وعندي قاعدة بقى مقاس 18. هطلع بقى تدويرات كده، هنشوف هتطلع معايا تورتة كام. يعني هنشوف هنطلع كام تورتة من الصاج. طلعت من الصاج 3 طبقات كده متساويين. انا لو كنت طلعت الكسر اللي في الجوانب عملت بطبقه في النص كان هيطلع معايا 4 ترات. بس انا كنت محتاجه القص التاني كده، البواقي الكيك التانية اعملها في كبات. فعملت بقى كيكه تانية بمقدار البيضتين، عملتها في صينيه واخدت منها برضو طبقات، كملت بها الكيك بالشكل ده كده. عملت 5 ترات. حطيت بقى اطباق من اللي هي بتاع الحلويات الشرقي بالشكل ده كده، بتبقى ارخص من القواعد شويه بما انها عروض يعني. قلت ايه نوفر شويه. تمام كده. حطيت بقى على كل طبقه كده قطعه كريمه، وحطيت طبقه من الكيك بالشكل ده كده. انا هعمل الكيك ده طبقتين بس ظبطت المنشاره اللي هو في الكيكه التانية على رقم 8. وطبقه برضو الكيك في الصاج عاليه، مش واطيه ولا حاجه، عشان الكيك يبقى عالي كده وشكله حلو. تمام. حطيت بقى طبقة كيك وسقيتها بالسيرب الخفيف، وحطيت طبقة كريمة بالشكل ده كده. انا ضربت كوبايتين كريم شانتيه، عليهم كوبايتين ونص مية فيها تلج، عليهم ربع كوباية كريمة باستري ونص كوباية سكر، وضربتهم لما يوصلوا للقوام الحلو ده. وبعدين بقى حشيت بيهم الكريمة بالشكل ده كده. وحطيت في النص برضو جولو فراولة يدي طعم، يعني يدي طعم احلى شوية. وبعدين حطيت طبقة الكيك التانية بالشكل ده. وحطيت بقى اخر طبقة كريم شانتيه بالشكل ده كده. وهلف بقى الجوانب كلها بالكريم شانتيه بتاعة التورتة بالشكل ده كده. هعمل واحدة بواحدة كده معاكم عشان ما تتوهوش مني يعني. حطيت بقى التورتة كده على القاعدة عشان اعرف اتحكم فيها طالما بجلسها. بيسهل عليا اما ادور القاعدة وكده، بتلف معايا بسهولة عشان اجلسها بسرعة. تمام. انا هجلس معاكم واحدة بس، وبعدين ادخلهم اعمل التانيين يعني مع نفسي كده وادخلهم التلاجة شوية. بسكرابر بقى او بالسكينه اللي هي المشنشره الترانش اللي انا بعمل بيه ده، هتظبطي بقى جوانب التورته كده على قد ما تقدري عشان يبقى الشكل حلو برضه بالشكل ده كده. واي زوايد بقى من الكريمه نشيلها بالشكل ده. بالشكل ده كده كملت بقى التانيين ودخلتهم التلاجة. وهعمل معاكم بقى تورته التانية. التورته دي مقاس 22. جهزت برضو الكيك من قبل، هسيب لكم برضو ان شاء الله مقاديره في صندوق الوصف. عملته في صينيه مقاس 22 بمقدار 3 بيضات. هسيب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. انا قلت ازين بس معاكم النهارده عشان الفيديو ما يطولش. وحطيتها كده اول طبقه، وبعدين طبقه كريمه، وحشيت بالجلو بالشكل ده كده. هي كانت عايزاها نص ونص، حضرتك كانت عايزاها نص ونص. فشلت طبقة بقى من الكيك اللي في النص، وكان عندي طبقة كيك شوكولاتة. حطيتها كده مكانها وشلت التانية. لو عندك اعملي كده، ما عندكيش اعملي كيك نص ونص من الاساس زي ما بعمله. بقسم الخليط نصين وبحط على النص منهم شوكولاتة، وبحط في نص الصينية فانيليا، وفي نص الصينية التانية شوكولاتة. هحط بقى اخر طبقة معانا بالشكل ده كده، واضغط عليها شوية عشان تتماسك مع الكريمة. واسقيها بسيرب خفيف. انا ما سقيتش سيرب كتير لان الكيك كان طري معايا يومها، فما سقيتش سيرب كتير قوي. هجلس بقى التورته كده كلها من الجوانب كده بالكريمه. الكيس الحلواني بيسهل عليك التجليس، لو حابه تعملي بيه ماشي، مش حابه حط الكريمه كده واشتغلي بالترانش اللي انا بشتغل بيه ده على طول. الطريقه بقى اللي تريحك في الشغل اعملي بيها. هجلس بقى كده الجوانب بالشكل ده كده. اي مكان بقى محتاج كريمه ازوده تاني عشان فرافيت الكيك كده ما تظهرش على الكريمه والشكل ما يبقاش حلو.
نحاول كده نظبط اي مكان محتاج كريمه نزوده قطعه كريمه. انا العجان جنبي او الحله بتاع العجان جنبي فيها كريمه، اي مكان محتاج بزوده. وسطح الكيك كده اظبطه كويس اوي على قد ما اقدر عشان يبقى شكلها حلو بالشكل ده كده. شايفين اي مكان محتاج انا بزوده تاني ازاي بالشكل ده كده. نلف بقى كده التورته وندي شكل حلو كده للتورته، ونعملها برضو بالترانش كده من الجوانب عشان يبقى الشكل حلو، او نعملها بالسكرابر اللي هو المشنشر، إيه زي ما تحبي بالشكل ده كده. اللي وصل لحد هنا بقى يا ريت ما تنسونوش في اللايك، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. ما تنسوش لايك يا حلوين. دخلتها برضو التلاجة وطلعت دول كده. هعمل بقى ريزوتات بالكريمة بالشكل ده كده. كل اتنين كده هعملهم بشكل عشان ما نتوهش كده من بعض. يعني انا قلت كل اتنين يبقى بشكل اسهل بدل ما نعمل كل حاجة بشكل واحد، لان كنت بعمل ده كله في يوم واحد فالتركيز بيبقى بعافية شوية. فقلت ما اعمل كل اتنين بشكل عشان يعني ايه منعا للغلبة يعني. قسمت اتنين كده بالشكل ده كده ولفتهم بالروزيتات بالكريمة. وهعمل اتنين برضو بفيونكة كده، لا بضفيرة، بالضفيرة بالكريمة كده هنعملها من النص بالشكل ده كده. والتانية هقسمها 4 فور سيزون. وبعدين بقى سبتهم كده على جنب، وهلف برضو دي بالكريمة بالمرض الكبيرة. هلفها بالكريمة بالشكل ده كده. انا قلت بقى طالما بعمل بالكريمة خلص كله مرة واحدة عشان احط برضو التزيين مرة واحدة. لفيت داير التورته كله بالكريمه بالشكل ده كده. والكيك بقى من فوق انا كنت هعمله بشكل كده معين، عملت بس النص اللي هعمله فانيليا اللي هحط فيه فاكهه بالشكل ده كده. والنص التاني قسمته كده بشكل الدمعه، عملته بخلة شيش طاووق كده. حددته بس للاسف نسيت اصورها وانا بعملها، بس هتظهر معاكم دلوقتي اما الفها بمربى الحليب. دي مربى حليب، بس ما مش عارفه هي عادت بتمط كده ليه، ما عادتش جامده زي الاول. شايفين بتمط معايا ازاي؟ كانت الاول بتبقى متماسكه كده وحلو. نلف بقى كده داير التورته كله بالمربى حليب بالشكل ده كده. وحطيت برضو كريمه في الجنب اللي هو جنب مربى الحليب ده. وهحط بقى في النص ده جناش شوكولاته بالشكل ده كده، بس يكون دافي عشان يسهل عليكي انه يمشي يعني بالراحه على التورته، ويمشي متساوي كده، ما يبقاش مكلكع ولا في اي حاجه. لازم تدفيه ويكون سايح كده وحلو، بس ما يكونش سخن بالشكل ده كده. بقى هدخلها برضو التلاجة شويه لما احط الصوصات والجناش برضو على التورته ديت. اقعد احرك كده في الجناش شمال ويمين عشان ما بهدلش شكل التورته من فوق. وبعدين بقى المكان اللي محتاج ازوده تاني جناش، وانزل بقى الدريبات بالشكل ده كده. بتدي منظر حلو للتورته اللي هي الدريبات اللي نازله بالشوكولاته دي. وعملت اللي هناك دي فور سيزون، يعني متقسم 4 تربع. وهحط برضو على نصين على ربعين منهم كده جناش بالشكل ده كده. شايفين الجناش لما بكون دافي معايا بتحرك معايا بكل سهولة ازاي، ما بيبقاش مكلكع ولا يعني ما يبقاش مكلكع كده ولا جامد ولا بغلبني في الفرد ولا حاجة. ما بكون دافي بيسهل عليكي الشغل. تمام يا حلوين، تمام يا حلوين. حطيت بقى كله جناش بالشكل ده كده. والاتنين دول بقى هحط عليهم جيلو كراميل بالشكل ده كده. وهعمل برضو الدريبات بالكراميل بالشكل ده، ونفردهم بمعلقة بس بالراحة خلاص وانت بتفردي عشان الكريمة ما تبهدلش معاكي ويبقى الشكل كده حلو. نفرد بالراحة قوي بظهر معلقة. تمام تمام تمام. هعمل برضو التانية بالكراميل بالشكل ده كده. انا قلت اما اشكلهم كده عشان ما يبقاش كلهم شكل بعض، رغم ان هي كانت عروض يعني كل واحد هياخد تورته، كنت ممكن اعملهم كلهم شكل واحد، بس قلت برضو ندي كده افكار كده تكون حلوة. وحطيت بقى على ربع من ده مانجا، وحطيت على الربع التاني كراميل بالشكل ده كده. نفردها برضو كويس كده بظهر معلقة. شايفين ما شاء الله جميلة جدا ازاي. والربعين دول برضو او النصين دول هحط برضو عليهم مانجا، جولو مانجا. كل دي جولو اللي هو بيجي جاهز، اللي هو المتحدة بيجي في اكياس كده نص كيلو او كيلو زي ما تحبي بالشكل ده كده. وهدخلهم بقى التلاجة الصوصات تتماسك شوية كده، وبعدين اطلعهم اكملهم. وده تورته تانية برضو كنت بعملها كده، كنت عاملاها البوكس يعني، بس انا لقيتها بقى مع دول مرضتش احذفها.
قلت عشان يبقى ايه اكتر من فكرة كده في الفيديو ده للتورت. يعني دي غير الخمسة ده انا هنزلها في فيديو تاني مع بوكس كده اللي هو البوكس الكبير ده، في جاتوه في تورته وفي كبات. برضه ده شكل تاني انا حبيت كده انزله وياهم عشان يعني ايه يبقى اكتر من فكرة في تزيين التورت. عملتها برضو بشكل بسيط وسهل بالشكل ده كده، شايفين ما شاء الله اللهم بارك الجناش كده بيتحرك معايا بسهولة ازاي بالشكل ده كده. واحط بقى على النص التاني منها جيلو مانجا. هنا بقى يا ستي الكهرباء كانت اتقطعت، بعد ما خلصت الحاجات ودخلتها التلاجة الكهرباء قطعت، فضلت قطعة يوم طول النهار ما جتش الا المغرب. طلعتهم بقى والكهرباء قطعة، زينت التورتيه دي كده، دي التورتيه اللي كنت عاملاها معاكم، حطيت عليها الفاكهة، حطيت عليها مانجا وتفاح بالشكل ده كده، وحطيت اشكال من الشوكولاتة على نص الشوكولاتة بالشكل ده، وحطيت برضو كريسبي ابيض يكسر اللون شوية. معلش سامحوني بقى انا الفترة دي كانت الكهرباء بتقطع كتير قوي، فكانت قطعت في التزيين معلش بقى. ولمعت برضو الفاكهة بجيلو تلميع، وهتنسي تلميع الفاكهة عشان ما تتبلش ولونها مغيرش معاكي. شايفين ما شاء الله بعد ما اتزينت شكلها جميل جدا ازاي. يا رب الطريقة تعجبكم. بالشكل ده كده انا بجيبها لكم من جميع النواحي عشان تقولوا لي بقى رأيكم عجبكم ولا ايه. وهنا برضو دول بعد ما زينتهم، وكمان كان طلع منهم اتنين، يعني دول التلاتة وطلع منهم اتنين، ودي الرافعة اللي انا عملتها، دي الستة اللي انا عملتها معاكم، بس هما بنفس الاشكال دي يعني. زينتهم بقى بالشكل ده كده، حطيت عليهم كريسبيات وحطيت عليهم برضو شوكولاته كده ترانسفير، وحطيت كده في النص هنا على الكريمه الضافره ده شويه مكسرات كده، والتزيين بقى المتاح عندك ممكن تعمليه. شايفين ما شاء الله جميله جدا ازاي. وما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. واكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في طريقه النهارده. سلام عليكم.